طبعا. وانت مزوده الحكايه على السوشيال ميديا كمان، كلمينا عن الحكايه. الحمد لله طبعا فترة 207 مسلسل مختلف ومميز وجديد، وفكرة الرعب ده لو ما اتعملتش الناس صدقت هتبقى مشكلة كبيرة ويتريقوا علينا، بس الحمد لله الناس مصدقة ومبسوطين وكده، فده نجاح من عند ربنا، يعني ربنا يديمه علينا يا رب. هل شايفه ان احنا وصلنا بمستوى الدراما بتاعتنا ان احنا نقدر ننافس بره الدراما الرعب؟ والله بصراحة يعني أنا فخورة بالأعمال اللي موجودة واللي اشتغلت فيها وحتى اللي ما اشتغلتش فيها، في أعمال كتير قوي حلوة، وحاسة إن احنا شغالين على نفسنا ومجتهدين وكده، فربنا أكيد مش هيكسفنا. محمد فراج بقى في 2007 كانت الكواليس بينهم ازاي؟ محمد فراج ده ممثل عظيم، أنا بحبه قوي، من الفانز بتوعه أصلا. هو كان مركز جدا، والحقيقة كلنا كنا بنحاول نركز لأن المواضيع كانت صعبة، لكن الكواليس احنا بنحب بعض ونخاف على بعض، وفي نفس الوقت بنحاول نركز كلنا في شغلنا. في بوست كتبتيه على صفحتك من كام يوم، ممكن نتقبل ثقافه الاخر مش نتقبل ثقافة قلة أدب الآخر، لأن الناس المختلط عليها أمر موضوع إن إحنا فكرة التقبل فكرة جميلة، بس ما ينفعش إن إحنا نبقى ناس وقحة مثلا ونتوقع إن الناس تتقبلنا، لازم نتقبل بعض في الحاجات اللي خارجة عن إرادتنا، إنما مش نتقبل بعض في حاجة في أخلاقنا يعني. اللي جاي من رهيب رشيد